يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض التورته الجميله دي. سألت عليها بره، يعني حاجه كده شبيهه ليها. عدت ال1000 جنيه والحمد لله. طب وليه احنا نشتريها ب1000 جنيه واحنا ممكن نعملها في البيت بمنتهى السهوله؟ تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا عملتها ازاي. وقبل ما نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي كيكة اسفنجية بالسبونج العادي، خبزتها في صينية فرن العادية خالص، مش صينية كيكة، يعني الصينية اللي هي الوسط. عبارة عن 600 جرام على 6 بيضات، ويعني نص كوباية مية كده، ومعلقة فانيليا ومعلقة محصل. وعملتها نصها كاكاو ونصها كريمة. طبعا هكتب لكم كل المقادير في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف. بس سبت بقى، شلت الكيكه في استرتش زي ما انتم كنتوا شايفين كده لغايه ما جيت استعملها. بنبدا اقطعها كده بالمنشار 3 طبقات. بصوا الكيكه طريه ازاي، مع اني شلتها في الفريزر تقريبا اسبوع او اكتر كمان. على اي بورد كده هبدا احط سنه كريمه، واحط اول طبقه وهسقيها بميه بسكر عادي جدا. انا ملحقتش اعمل شربات في اليوم ده، فعملت ميه بسكر، ميه من الحنفيه، وضربت فيها معلقتين سكر. ممكن تسقيها بلبن لو انتي عارفه ان هي مش هتقعد كتير، ممكن تسقيها بلبن. وهبدا احط كده اول طبقه من الكريمه. الكريمه هنا كانت عباره عن كوبايتين كريم شانتيه. انا بستعمل متحده هايبر، اللي هي ريتش المتحده. حطيت كوبايتين على كوبايه ونص من الميه المتلجه، والنص يعني معلقتين كده لبن بودر، ومعلقتين ونص فانيليا. وكمان حطيت طبقه فراوله، حطيت عليها طبقة كريمة كمان عشان اثبت ديسك الكيك اللي بعدها، ورشة مكسرات. ديسك الكيك ده كان مقطوع مني جدا لانها طرية جدا زي ما انتم شايفين. حطيت الديسك اللي هو كان مقطع مني ده في النص، وطبعا مع الكريمة والشربات اللي انا هسقيه هيتدرب كل حاجة. حطيته كده زي ما انتم شفتوا. ودي الطبقة التالتة، هبدأ برضه اعمل فيها نفس الموضوع، وهبدأ اغلفها كده بالكريمة بسيطة من على الوش. عايزه تعمليها كريمه شوكولاته وتحطي جناش على الكريم جانتيه، مفيش اي مشكله خالص، براحتك. بس انا حبيت اعملها كده بيضه. بصوا انا عامله طبقه خفيفه جدا، وهشيلها بقى في التلاجة او في الفريزر تمسك كده كل الطبقات في بعض. وبعدين هبدا احط طبقه تانية من الكريمه برضو بسيطه مش كتيره يعني، علشان طبعا احنا لسه هنداري كل الجناب دي دلوقتي كده. خلاص جلستها. ده ورق ترانسفير كنت جايباه تقريبا ورقه ب4 جنيه، وبحط فيها بسيح الشوكولاته عادي واحطها فيها واسيبها في الفريزر بتجمد. وبعدين ببدا اشيل الاشكال منها، بتبقى بالمنظر ده وباللون ده. انا مش ملونه الشوكولاته، هي اصلا لون ورق ترانسفير. عملت كده سور زي ما احنا شايفينه، حطيته وسبت مسافه تحت، عملتها روزتات. وكمان هعمل روزتات كده من فوق تحديد للتورته، بتبقى مخليه التورته شكلها حلو كده ومنظم اكتر. بس دي بقى الاشكال اللي عندي دي. شكل انا هحطه على التورته ده شوجر شيت بيتاكل. هبدا احط من ورا كده شوكولاته بيضه عشان احطه على الكريمه يبقى ما يسحش وما يبش مني. حطيت كده الصور اللي انا عايزه احطها على التورته. واللي فوق ده ورق مش بيتاكل، اللي هو توبر مش بيتاكل، مش شوجر شيت يعني. فلزقته كده في ورق خلة اسنان، حطيتها في التورته ده. عملت نص فاكهه عباره عن خوخ واناناس كومبوت، وكمان كام واحده فراوله كده. وهعمل النص التاني شوكليت. سيحت ربع كيلو شوكولاته، تقريبا 250 جرام، على 110 او 120 جرام لبن، وعليهم معلقه كريم جانتيه. وقلبت كله معلقتين زيت على حمام بخار لغايه ما الشوكولاته ساحت معايا. دي بقى فرشه انا حطيتها في جل التلميع برضو المتحده، وبدات ان انا المع الفاكهه كده علشان لونها ما يبص كده وما يبقاش باينه انها دبلانه على التورته. بس حطيتها بقى في التلاجة شويه، وبعدين بدات احط الجناش زي ما احنا شايفين واحده واحده كده علشان ما يطلعش مني. وطبعا الروزيتات اللي انا حطاها على اطراف التورته دي بتخلي لي الجناش ما يخرجش من التورته، ما يسيلش يعني. بتحفظ كده الجناش في المكان اللي انت حطاه فيه. وطبعا الكريمه ساقعه جدا والجناش بارد برضو مش دافي حتى، فبيمسك بسرعه. بس كده هبدا اسوي بقى طبقه الجناش كويس.
وممكن بقى تكتبي حاجة، ترصي الشوكليت يعني كذا نوع شوكولاتة كده، تعملي شوكولاتات أشكال بالترانسفير وتحطيها على جنب الشوكولاتة، أو تكتبي عليها بالكريمة. يعني بصي بقى عندنا حاجات كتيرة ممكن نعملها. أنا هنا اكتفيت إن أنا كتبت اسم البنوتة صاحبة العيد ميلاد بس كده. بدأت أحط بقى أشكال أنا كنت عاملاها في ورق الترانسفير بتاع الشوكولاتة بالشوكولاتة البيضاء، وكمان عملت حاجات بالشوكولاتة الغامقة، الشوكولاتة الدارك يعني. وبدأت كده أرصهم يعني بشكل كده عشوائي. دي أشكال كنت عاملاها بتاعة القهوة اللي هي شكل حبة القهوة. ده كده كان مالدايزر شوكولات أبيض وغامق. بدأت كده أحطهم، وبعدين حطيت كمان على الروزيتات اللي أنا محوطة بيها التورتة من فوق، حطيت سبرينجلز صغير ذهبي. وكمان هحط كمان تحت على الروزيتات اللي تحت برضو هحط عليها سبرينجلز اللي هو شوكولاتة الصغير. يعني بصي بقى انا ايه عملتها كده مش ببقى منظمه انا هزين التورته ازاي، بس وانا شغاله كده ببدا ايه يعني اظبطها كده. حطيت برضو كام سبرينجلز ذهبي صغننين برضو على الشوكليت، برضو ايه فتح لون الشوكولاته شويه، السبرينجلز الابيض مع الذهبي بيدي لون كده للشوكولاته. وبعدين حطيت السبرينجلز الصغير خالص برضو ذهبي. يعني حطيت الذهبي تقريبا من كل احجامه. تلاقيني دلوقتي كمان حطيت كام واحده كده من الكبار ذهبي، يبقى الكبار ذهبي وابيض وشوكليت اللي هو دارك، وصغنن اللي هو بقى ايه اللي هو الذهبي صغنن ده. وحطيت واحده توت احمر برضو ايه فتحت اللون كده. كده خلاص خلصت تورتتنا. اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. متنسوش اللايك وسبسكرايب.